بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا بوتاجاز ايكوك 5 شعلة. العلم في النص مسدودة خالص، مسدودة لان انا حليت الفونيا وتحت الفونيا مسدود، لان استخدامها بيبقى قليل، فكده لازم تتسلك من جوه، لازم تتسلك من جوه. فهنحل الوش، لازم نحل الوش. ادينا حليت الفونيا، وتحت الفونيا رواسب طبعا متراكمة سد سكة الغاز خالص. فاحنا لازم، يعني انا جبت مفك كل ممكن تسلك، يعني مفك كده ممكن تسلك، لكن المسافه بتاعتها ضيقه. وفتحت الغاز بحيث الغاز يطلع الرواسب اللي جوه. طبعا السدك كان جامد جدا، فكده لازم نحل القاعده دي من جوه ونسلكها ونرجع نركبها تاني. يعني القاعده دي غاليه، فان شاء الله نسلكوها مع بعض. فالوش بيتخلع بقى بكام مسمار فوق؟ ب 12 مسمار واربعه من ورا. ادي كل عين ليها اتنين، اللي في النص ليها اربعه، وادي اتنين على اليمين واتنين على الشمال. كده الوش طلع، كده المسامير كلها كده طلعت، كده المسامير كلها اتحلت، كده الوش يطلع معاك على طول. تمام. احنا بقى نحل القعده دي كده. السدد في الجزء ده، السدد كله في الجزء ده، غير بقى شويه رواسب كده في الماسوره. فان شاء الله كده هنحل الماسوره الاول. اهي الماسوره مفتاح 16 او 17، وفي منها 14 15، او اللي معاه فرنساوي او بنزا كلابه يشتغل يعني. اديني حلتها اهو، وابتدي بحل الاشعال الذاتي وسلك الحساس بالمبينة اهو. فده قلة استخدامها هي اللي بتعمل كده. حتى لو المدام مش بتستخدمها، ممكن تقفل الغاز وتشغل المحبس يمين وشمال، وشوية تفتح الغاز وتفتح وتقفل، بحيث ايه لو في حاجة في الفونيا تطلع. يعني مرة وهي قافلة الغاز، ومرة وهي ايه فاتحة الغاز، عشان المحبس ما يقفش وعشان الماسورة ما تتسدش. اهو طلعتها بالمبينة دي. مبينة لازقة في الايه في الحساس نفسه. في مبينة بتبقى لوحدها، فانت تخلي بالك عشان ايه ما تتخلعش. السدد كله في الجزء ده، ال10 سنتي دولت هو السدد في الجزء ده. بنجيب مفتاحين بقى ونمسكهم قصاد بعض، مفتاح 14 مفتاح 17. لازم المفتاحين مع بعض، لازم المفتاحين مع بعض. لو مفتاح واحد مش هيحل، وممكن تيجي تحل ممكن الماسورة تقطم. فدي عشان التكسيحة بتاعتها والأصلية بتاعتها، فنحافظ عليها على قد ما نقدر يعني. انا كده حليتها اهوت. اول حاجة هنعملها بعد ما نحل، هنشوف الماسورة. بص الماسورة، بص اللي طلع ده جزء بس من السدد. كده الماسورة كده سلكت، كده يبقى السدد فين؟ في الجزء اللي في القاعدة الألمونيا، الجزء في القاعدة الألمونيا دي اهي. الفونيا مسدودة، والحتة اللي هي ال10 سنتي اللي وريتها لكم دي، هو السدد كله في الحتة دي اهو. بص انا جايب مفك رفيع وبسلك بالمفك بالعافية من السدد، مش قادر يخش للاخر خالص. انا معاها واحدة واحدة كده، انا معاها واحدة لغاية لما ايه ان شاء الله نسلكها. ان شاء الله هتسلك يعني اهو. بحاول ان انا اسلك، لان السكة تحت ده السكة يعني دخول الغاز. يعني يا ريت يعملوها كده زي الماسورة سالكة، لا ده في الاخر خالص ضيق اكتر، فاي حاجة بتسدها. ده عيب البوتاجازات اللي هي نظام الكوباية والغرفة اللي هي الفونيا من فوق، ما ينفعش انها تتركن. واول ما تتسد لازم تتسلك في ساعتها على طول، ما تتسابش تتركن على معين تانية تبوظ، هتتسد اكتر. ان الالمونيا دي ما بتأكسد، بتقفل مع بعضها، كل مدى بتقفل. يعني شوية المواسير اللي نزلوا من الرواسب، الدور اللي نزلوا من الماسورة دي من الجزء بتاعها نفسه. او كده ان شاء الله كده ابتدت تسلك اهي. ادي كده الماسورة ان شاء الله، ان شاء الله القاعدة كده تكون سلكت. هتشوفوا كده، هنفخ فيها ان شاء الله هتشوفوا صوت التسليك عامل ازاي. هبص كده الحمد لله، كده سلكت خالص كده الحمد لله.
دي كده سلكت خالص. هنرجع بقى ان شاء الله نقفل كده ونجرب اهو. طبعا مطرح الرباط لازم اجرب قدام وورا ويا شمال، وعند الحساس برضو اهو. نجرب بقى اللي هنربط المسامير تاني طبعا كلها، وهنرجع نجرب في الاخر. طبعا كل التربيط والكلام ده التفاصيل دي يعني زي ما حل هنركب، يعني ال16 مسمار اتحلوا ما يركبوا تاني ان شاء الله. ادي البوتاجاز اهوت. محدش ينسى ان شاء الله بالتعليق لايك، وتدوس على زر الجرس واشترك في القناة ان شاء الله، هيوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.